السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هقص طقم. هقص كنبة. هقص كنبة 2 متر و4 مناديل. هوريكم برضو ان شاء الله هنقصها ازاي. اول حاجة هعملها ان انا هاخد مقاس الكنبة، هي لو هي 2 متر بزود 20 سنتي. فانا اول حاجة هعملها قبل اي حاجة هاخد 22 او 2 وربع. القماش ده اسمه جاكور، ده قماش جاكور، خامة جميلة اوي، حلوة اوي للبيضات. انا كده اهو قست 22 واقصها زي ما هي كده اهو، ده الظهر بتاعها. انا هنا كده وبعد ما قصيت 2 وربع او 22، ده اللي هو بيبقى طول الكنبة. لو كنبة 2 متر بزود 20 سنتي، يبقى 22. بقى رحت مطبقاها كده، واللي قدامي ده عرض القماش. العرض القماش ده اللي هو 140. هاخد بقى من عرض القماش ده ايه، انا طبقت كده 22، وهاخد من عرض القماش ده هاخد 90 سنتي. 90 سنتي ده اللي هو بيبقى عرض الكنبة. اي كنبة عرضها بيبقى 80، فانا ايه هزود 10 سنتي فيها، هاخدها 90 سنتي. فانا هقيس كده من عند 140 ده كده، اقيس 90 سنتي كده، واعمل علامة واروح قصة. انا كده اهو معايا قصيت 90 سنتي اهما. يبقى انا كده معايا كنبة 220 في عرض 90 سنتي. طبعا النص متر ده اللي فاض من اللي هو 140 العرض القماش ده، نص متر ده اللي احنا هنعمله ايه، هنعمله مناديل، او انا هعمله مثلا مخدات صغيرة. ممكن يعمل لي مخدتين صغيرين 45 في 45، يا اما ايه، يا اما هعمله مناديل، هيديني اربع مناديل صغيرة. لكن انا الكنبة دي المطلوبة مني مناديل كبيرة شوية، تبقى 70 في 70. فانا خلاص عملت الكنبة، دلوقتي هعمل المناديل، هوريكم برضو هعملها ازاي. انا دلوقتي عايزة اعمل 4 مناديل 70 في 70. 4 مناديل 70 في 70. طب انا معايا عرض القماش 140. 140 هيبقى نصهم 70. يبقى انا لو قصيت 70 سنتي، يبقى انا هجيب القماش اهو، هقص معايا 70 سنتي. 70 سنتي دول هيدوني 4، لان معايا عرض القماش 140. ف140 على 2 هيديني 70. فانا برضو الاول هقص عشان ما تتلخبطوش، هقص 70 سنتي واوريكم هيطلع لي 4 ازاي. انا معايا القماشه اهي، هقيس منها 70 سنتي. معلش قصدي 70 سنتي هيديني منديلين كبار 70 في 70. يعني لو انا عايزه كنبه بمنديلين بس اقص 70. انا دلوقتي مطلوب مني 4 مناديل. 4 مناديل 70 في 70، يبقى هقص كام؟ يبقى انا كده عايزه 140، يبقى انا هقص 140. هتبقى معايا قماشه 140 في 140، لو طبقتها على الاتنين هتديني 4 مناديل. يعني انا دلوقتي معايا ادي حاطه البورصه اللي هو على البورصه، وادي معايا عرض القماش قدامي بعد ما طبقته اهو 70 سنتي. ده كده عرض القماش اهو 70 سنتي. لو قصيت لو جيت هنا قصيت 70، لو قصيت كده 70 يبقى ايه، يبقى انا معايا كده منديلين 70 في 70. طيب هاجي هقص 70 تاني، هقص 70 تاني، يبقى انا كده برضه ايه، معايا منديلين، يبقى انا كده معايا 4 مناديل. يبقى 140 هيدوني 4 مناديل. ادي كده قصيت قماش اهي 140، علمت لغايه 140 وقصيت. انا عايزه دلوقتي 4 مناديل، يبقى 140 دولك هقسمهم كده هم على 2 وايه، وهقص. انا لو جيت اقيس ده، ولو جيت اقيس المنديل واحد اهو، هيديني ايه، هيديني اهو 70 سنتي. 70 سنتي. يبقى انا تانيتهم كده واقصهم، يبقى انا كده معايا 4 مناديل. هقص من عند التانية اللي عملتها، يبقى معايا 4 مناديل اهو قصيتهم.
ادي اهم دولت، ادي 2 اهم. ادي المنديل اهو بيبقى 70 في 70. ادي كده اهو معايا 70 في 70، قصدي كده معايا اهو 4 مناديل. ادي 2 وادي 2. يبقى انا كده احتجت الكنبة الكبيرة 22، خليتها زي ما هي. جيت من عندي العرض القماش خدت 90 سنتي، ففاض معايا ايه 50 سنتي بطول القماش. دي لو انا عايزه اعمل منها خداديات صغيره، او لو عايزه اعمل منها مناديل صغيره. وبعدين عايزه اعمل 4 مناديل. انتوا عارفين الكنبه الكبيره بتاعه الركنه بتحتاج ايه مناديل 2 فوق و2 على على المسند، يبقى 4 مناديل. هقص 140 وهقسمهم على 2 هيطلع لي 4 مناديل. واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اعمل باذن الله طقم الانتريه ان شاء الله. خليكم معايا باذن الله.